نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. القائمين والعارضة الأفقية، ولكن بإمكان رياض أن يفعلها. هل هي بداية المباراة بالضبط في الدقيقة الثالثة عشرة؟ دحمان مع إسلام سليماني، الضغط على حامل الكرة وعلى حارس المرمى هذا بن رحمة من هناك. الكرة هذه كانت ركنية بعدما اصطدمت بالدفاع. أيمن دحمان يخرج الكرة باتجاه علي العبدي. أمين توقع يطلبها الشيبي. كانت الفكرة رائعة والنية حسنة، ولكن شيبي لم يكن دفاع. هذا الشيبي رائعة منه وخروج حارس المرمى. شيبي لعب كرة باتجاه إسلام سليماني. طالب رياض محرز يلعبها مع إسلام سليماني. الآن سنشاهد مباراة أخرى. الآن سنشاهد شوط ثاني ربما أكثر. إسلام سليماني أمام لاعبين غلقوا عليه. إسلام سليماني في الكرة هذه. دحمان يلعبها قصيرة. دخل لمن؟ انطلاقة من شيبي. شيبي رائعة منه شيبي. تسديدة قوية اصطدمت بالدفاع. المباراة بدأ يرتفع نسقها. المباراة بدأ يزيد رتمها، خاصة وأن الأنصار إنه الهدف الثاني الذي بدأ يقترب شيئا فشيئا لمصلحة المنتخب الوطني. توصل علي بونجاح، راح بونجاح والشيبي وليس بونجاح. ما أروع من تسديدة، يخرج كامل البراعة وكامل المهارة يا دحمانة. هاي كرة شيبي، كرة الرائع هذا بتسديدة قوية كاد يضيف الثاني. هي تسديدته الثانية في المباراة. يقترب شيئا فشيئا الهدف، يقترب. المدربين هيا كرة شيبي الذي سدد بقوة بحث عن الزاوية المحصورة بين القائم والأرضية، لكن دحمان تألق حوار بعد أن ترفع الكرة من توقاي لبونجاح في القائمة الثانية، وخروج الحارس يصل عليها. الحكم يمنح المخالفة للدفاع ولكذلك حارس المرمى، والبطاقة الصفراء لحماد عبد الله. المباراة انتهت في وقتها الرسمي والوقت بدل الضايع، والوقت بدل الضايع عن الوقت بدل الضايع بالتعادل الإيجابي هدف.